هسا بعدين طلعت لنا نظرية. شنو هالنظرية؟ هاي النظرية اللي تنظر الجبن، اللي تحاول تجي للجبان تطلع له تبرير، تطلع له عذر، تنظر له جبنه. شو تقول له؟ سمع بالله لهذا الشاعر شو يقول. احيانا الشعر يبيع روحه. عندنا الشعر اكو نوع من الشعر مال بيع وشراء، نبه لي، بيع وشراء. اكو نوع من الشعر لا والله، شعر مال موقف. يعني انت تمر احيانا على بعض الشعراء تلقاه مو عنده بيت، لا عنده قذيفة يقذف بها الباطل، وتلقى شعر لا والله يباع ويشرى رخيص. هذا شي يقول للواحد من هذول اللي كانوا يتسترون وراء الجيش؟ يقول له يوم أرسلت من كتائب آرائك جندا لا يأخذون عطاء. يقول له أنت ما نزلت للمعركة، لكن نزلت آرائك، وآرائك دول جنود. هاي آرائك جنود بس ما تأخذ عطاء. شوي تنبه لي زين. يوم أرسلت من كتائب آرائك جندا لا يأخذون عطاء ويود الأعداء لو تحجب الجيش أو لو ترسل الجيش عليهم وتحجب الآراء. يقول الأعداء يصيرون ممنونين إذا تهد عليهم الجيش، بس لا تهد عليهم آرائك، لأن آرائك أعظم من الجيش. ما أدري شنو آراء هذه، مدافع، قنابل، يعني شنو الطريقة اللي ممكن أن يعني نبرر بها جبن الجبان؟ أرجوك، هل معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله؟ يقول ما أكو بر ولا أكو نعمة ولا عظمة أعظم من أن يقتل المجاهد في سبيل الله. وأي جود أعظم من هذا الجود؟ إذن هاللون من التبرير هذا اللي يحاول أن يبرر الجبن ويقول أن الآراء، الشجاعة في إبداء الآراء مو الشجاعة بالقتال. قتال الجندي العادي قاتل، لكن الرأي إلى قيمة. هذا المعنى يعني مو دائما يجي. مثلا المتنبي يعتبر أديبنا، لما يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. يعني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. مو معنى ذلك يريد يقول أن اللي يحل المشكلة الرأي. أرجوك، الآن احنا عندنا ساحات إسلامية جاي تقاتل، لنفرض الآن بعض ساحاتنا الإسلامية اللي مملوءة قتال جاي يهجمون عليها الكفرة. نجي للقواد نقول لهم تعالوا اقعدوا، لا تقاتلون ولا تستعملون مدفع، استعملوا آراءكم، بس ترى آراءكم راح تحل المشكلة. أظن يضحكون علينا إذا حكينا الحكاية، يهزؤون بنا، يسخرون بنا.